مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض المكرونه البينك الجميله دي. بجد يا جماعه كانت طعمها تحفه ومختلفه جدا عن اي مكرونه انتوا دقتوها. لا بجد مختلفه قوي، طعمها حلو قوي. إيه وهيلثي جدا. إيه، يلا بينا نبتدي في الطريق على طول عشان ما اطولش عليكم. بصوا هنا معانا اول حاجة هنجيب حلة على النار، هنحط فيها 3 ثمرات من البنجر، قطعهم كده نصين، هما دول 3 بس انا كل ثمرة قطعها نصين، ونسيبهم لحد ما يتسلقوا. تمام. بعد كده هنجيب حلة هنحط فيها مية بتغلي، وبعد كده هننزل بكيس المكرونة بتاعنا. هنسلق المكرونة بتاعتنا عادي خالص زي ما انتوا شايفين بالظبط. وبعد كده بقى هنجيب الكبة بتاعتنا، هنحط فيها حبة من الفلفل الأحمر. ده فلفل احمر حلو مش سبايسي. تمام. وهنحط عليه بقى البنجر اللي احنا كنا سلقناه مع بعض. تمام، يعني هي حبة واحدة من الفلفل الاحمر و3 حبات من البنجر. وبعد كده هنحط عليه جبنة. يعني بصوا هي انا مش عايلة مقادير الجبنة بالظبط، يعني هو قالب كده صغير من الجبنة، وبتاع 4 فصوص من الثوم، وربع كوباية من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبس كده، ونضرب المكونات دي في الكبة حلوة قوي لحد ما تمتزج كلها مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا ما حطيتش اي سوائل، يعني احنا عايزينها هي تتضرب بس بالسائل الوحيد اللي هو زيت الزيتون. تمام. وكده خلاص انا كنت بشوف المكرونه كانت خلاص استوت زي ما انتوا شايفين. انا مش بحب المكرونه تبقى سوا كامل قوي، يعني يبقى سوا الا ربع كده، سايبين فيها عضه بسيطه قوي. وده الخليط بقى اللي ضربناه. هنرجع بقى المكرونة، هنصفيها من المية بتاعتها ونرجعها على النار ونحط عليها الخليط اللي احنا عملناه. مش عايزة اوصف لكم كانت ريحته حلوة ازاي، ريحته كانت مميزة جدا. غير كمان ان هي لونها مختلف، لا هي كمان ريحتها مختلفة جدا وطعمها مختلف عن اي طريقة مكرونة احنا بنعملها، سواء عملناها بالبصل او عملناها بالثوم. لا هي مختلفة تماما. وطبعا احنا اديناها كده تقليبة بسيطة جدا على النار مع الصوص اللي احنا عاملينه. ما خدتش طبعا سوا لان هي يعتبر كانت واخده معظم السوا زي ما قايله لكم. انا كنت سايبه فيها حاجه بسيطه قوي مع التقليبه دي، هي خلاص كملت السوا بتاعتها. بجد كان طعمها تحفه وريحتها حلوه جدا ومختلفه قوي، ولو عندكم ولاد هيحبوها قوي قوي. لونها مميز كده، حاجه مبهجه، لونها حلو قوي. وبجد كان طعمها تحفه مختلف عن اي مكرونه. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات، هستنى رايكم اكيد في الكومنتات. لو عملتوها قولوا لي عامله ايه، طعمها عامل ايه. لو انت اول مره تشوفوا القناه متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني فيديوهات جايه اكتر وصفات جايه كتير. باي باي.